على حرج هاد كيدقوا وكيصونيو صافي تما عرفت شي حاجه واقعه. ماما صافي الدم مشى ليها من وجهها، ولات صفرا ديال بصح. والله تنحس بهم في خطر، تنحس بهم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه شكرا لكاع الناس اللي كيسولوا فيا وكيسولوا على شنو السبب ديال هاد الغبره كامله. من نهار بديت معكم يوتيوب ما عمرني غبرت لهاد الدرجه، كنغبر عليكم 6 ايام حتى لسيمانه، ولكن جايه لشهر ما عمرني ما درتها، ما عمرني ما غبرت عليكم حتى لهاد الدرجه. ولكن كانوا ظروف، كانوا بزاف ديال الاحداث، منهم الزوينين منهم اللي ما زوينينش. الحمد لله على كل حال، فهذا هو اللي خلاني انني نغبر عليكم حتى لهاد الدرجه هذه. وحتى بالنسبه للفيديو ديال العيد ما درتوش معاكم، ما لحقت لكم حتى شي حاجه، يعني من رمضان حتى لدابا ما عاد دابا زعما غنبان معاكم فيديو جديد، فهمتوا؟ فالحمد لله على كل حال. كيف ما كاين الحاجه اللي ما زويناش، كاين الحاجه اللي زوينه، الحمد لله. هذه هي الحياه، حتى شي واحد ما لقاها كيف بغاها، يعني ماشي اي حاجه غادي نلقاوها كيف بغينا حنا ولا كيف ما تخيلنا حنا. ضروري كيف ما قلت لكم الحياه دايره بحال هكا، مره راكي مزيانه، مره راكي ماشي مزيانه، مره توقع لك حاجه خايبه، مره كتجي حاجه زوينه اللي تتنسيك في ديك الحاجه الخايبه. الحمد لله على كل حال. حاجه وحده هي الا كان معاك رضات الوالدين، رضات ميمتك، عمرك ما كتخيبي، وربي ديما تيبقى حافظك من بزاف ديال الحاجات. لحقاش شنو نقول لكم، والله رضات الوالدين تتلعب دور كبير 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 بزاف، خصوصا الا كنتي مرضي والديك، مرضي ميمتك. أه تدير بزاف د الحاجات على قبلهم، تضحي بزاف على قبلهم. فهنا ربي تينجيك من بزاف ديال الحوايج، وكيبعد عليك الناس الخايبين، تيبعد عليك الناس اللي ما مزيانينش، تيبعد عليك الناس اللي باغيين يأذيوك. فالحمد لله على كل حال. اسمحوا لي البنات، الكاميرا كانت مضبه وانا ما جبتش ليها كاع الخبارات، قديتها دابا. المهم ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، غنخليكم نيشان في الموضوع. تكونوا دابا قريتوا كامل العنوان ديال الفيديو، كتسالوا شنو وقع، شنو كاين، شنو اللي طرا. انا غنقول لكم باختصار. آه عرفتوا هاد الشيء دابا اي باش نقول كديني صعيبه بزاف، حيت راه والله ما كنتخيلش زعما حياتي. الله يستر، الله يحفظ زعما الوالدين ديالي. ما تنبغيش نقولها، والله ما تنبغيش نهائيا نقولها، لحقاش العقل ديالي ما تيبغيش يستوعبها. راه بزاف، راه ما تنقدرش نهائيا. اللي متعلقين بوالديهم بزاف وتيخافوا على والديهم، تضحيو على وديت والديهم، والله غيحسوا بيا دابا في هاد اللحظه، غيحسوا بيا بزاف فوق القياس. البلاصه فين ساكنين الوالدين ديالي كانت شعلات فيها العافيه، والبلاصه فين شعلات العافيه والدار اللي ساكنين فيها الوالدين ديالي يعني ما بيناتهمش واحد المسافه اللي طويله. وانتم عارفين العافيه فاش كتشعل صافي كتبقى جره معها كلشي. بقات العافيه غدا حتى وصلت حتى بقى لها واحد شويه على انها توصل للدار فين ساكنين الوالدين ديالي، وهما ناعسين، يعني شعلات بالليل ناعسين، ما حسوا بحتى شي حاجه. حتى قربت ليهم في مره عاد بقاو كيشموا ديك الريحه ديال الحراق وداك الطرطيق وداك الشيء. عاد ديك الساعه فاقوا مطفوجين، عرفتي مطفوجين، شافوا طلعوا من الشرجم. قالت لي ماما طليت من الشرجم، قالت لي بانت لي العافيه صافي ما بقى لها والو، غادي تجي لعندنا حتى حنايا. وخصوصا ان الدار اللي ساكنين فيها واحد شجيرات وداك الشيء، دغيا غادي تطلع لهم العافيه للفوق في البلاصه. عرفتوا البنات كنتفكرها بحال هكا، يا اقسم بالله الا كيبرد ليا الماء في ركابي. كنقول شو دابا كون فاقوش، كون ربي ما دارش السبب وما فاقوش ولا شي حاجه، شنو كان غادي يكون بهم؟ يعني حتى غيلقاو راسهم صافي دخلات عليهم العافيه. وراكم عارفين بنادم فاش كيكون فوق النعاس ما كيحس بحتى شي حاجه. صافي ديك الساعه فاش طلات ماما لقات العافيه، صافي ما بقى لها والو، غادي توصل لعندنا. ديك الساعه صافي فيقات خوتي وبابا صافي وخرجوا من الدار. ديك الساعه منين خرجوا من الدار صافي سمحوا في كل شيء. بنادم تيولي باغي غير ينجا غير براسو، غير بحياته. صافي ما كتبقاي تفكري لا في فلوس ولا في اتات ولا في حتى شي حاجه ما كتبقاي تفكري فيها. صافي ديك الساعه خرجوا. منين خرجوا جاو لعندي انا للدار. حنا الدار اللي انا ساكنه فيها والدار فين ساكنين هما يعني كاينه واحد المسافه اللي كبيره، يعني خصهم طاكسي عاد باش يجيو عندي. شدوا طاكسي وجاو لعندي انايا. عرفتوا فاش جاو لعندي بصح حيتاش ما عندهمش فين يبقاو، لا هذا غادي يبقاو في الزنقه، فهمتوا؟ عرفتي منين وصلوا عندي كيدقوا بالجهد على حرجات، كيدقوا وكيصونيو صافي تما عرفت شي حاجه واقعه. عرفت انه حيتاش كان باقي الحال، باقي حنايا ناعسين. مراد حتى هو عرفتي فاق مطفوج، فاق بقى جالس واحد دقيقه والدقان عندنا في الباب بالفرع ديال الفرع في الباب. والصونيط ما شي حتى نوض باش غادي نوض رجليا فشلوا رجلي. باش نوض نوقف ونمشي نعرف على شنو واقع صافي فشلوا لي رجليا، ما بقيتش قاده تنخلف.
اقسم بالله عرفتي واحد الخلعه دازت عليا داك النهار. دابا هما ديك الخلعه اللي فيهم ماشي دقوا بشويه، عرفتي دقوا بالجهد، باقا فيهم ديك الخلعه وديك الطفجه وديك العافيه. كيتخيلوا لو كان صافي ما بقى لا والو توصل عندهم، وكان دخلت عليهم للدار ما عندهمش منين يخرجوا نهائيا. صافي غير توصل ما عندهم حاجه وحده، هو الباب منين يخرجوا. ديك العافيه كانت غادي توصل للباب ما عندهمش منين يخرجوا نهائيا، حيت العافيه كانت غادي تدور عليهم، ما عندهمش منين يخرجوا، ما كاينش شي بلاصه اخرى منين ينقزوا ولا شي حاجه، الدار عاليه بزاف، ما عندهمش نهائيا لا منين يخرجوا ولا حتى شي حاجه. صافي ديك الطفجه بقات لهم في قلبهم. ماما عرفتي وجهها صفر 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 صفر. ماما صافي الدم مشى ليها من وجهها، ولات صفرة. قالت لي يا هاجر ماما فاش كانت هابطه في الدروج صافي تخرج من الدار، قالت لي درجه كتهبطها وثلاثه كتنقصهم، غير ربي ما تهرست. قالت لي غير ربي معاها ما تهرست، ما بقى ليها حتى شي حاجه. قالت لي كنقول لها غير بشويه عليك، حيت بنادم صافي راه الخلعه، راه كتشوفي صافي بحال كتشوفي في الموت، بحال ما كتشوفي راسك ما عندكش منين تخرجي، ما عندكش نهائيا منين تخرجي. الدار عاليه، منين غادي تخرجي؟ ما عندكش حل واحد اخر. صافي ديك الساعه ما كيفكروا في والو، كيفكروا في انهم يخرجوا بحالهم من الدار. صافي كما قلت لكم جاو لعندي. عرفتي ديك النهار عمرو ما يتنسى لي قسما بالله، خصوصا بنادم فاش كيكون ناعس. فاش كتكون ناعس وكتسمع دقان عندك في الباب بالجهد، ولا شي خبر ولا شي صونيت في التليفون تيجيك على غفله ولا بالليل ولا في نص الليل، عرفتي راه ما يمكنش، راه واحد الخلعه اللي ما كتنساش. صافي تتبقى لك في قلبك، تتبقى غير صوره، غير شي حد في التليفون شي حاجه تتبقى مفزوعه عندك، تكون وقعت شي حاجه عندك، يكون الله اعلم تتبقى يجيك في بالك الحاجه اللي خايبه والحاجه اللي ما مزياناش. فالمهم جاو لعندي للدار. صافي بقات ماما جالسه، عطيتها الماء، بقات جالسه تترد لديك النهجه وداك الشيء وداك الخلعه، حيت راه ماشي سهله نهائيا، خصوصا انهم ما فاقوش بالعافيه من الاول. يعني كون فاقوا غير بها وهي باقه بعيده عليهم، يعني يشوفوها غير من بعيد، ديك الساعه يكونوا مازالين مرتاحين يخرجوا على خاطرهم. ولكن باش كتطلي تلقي صافي وجهك في وجهها، صافي راه ما بقى لها والو غادي تجي لعندك. صافي ديك الساعه راه الماء تيبرد في الركابي، راه ما كيبقى عندك جهد، ما كيبقى عندك، ما كتبقايش قاده تتخلفي، ما كتبقايش قاده. فالحمد لله طفاو العافيه. واهم حاجه الحمد لله اللي حتى شي واحد ما وقعت له شي حاجه، حتى شي واحد ما تحرق، الحمد لله والشكر لله اللي حتى شي واحد ما وقعت له حتى شي حاجه. عرفتوا راه فحال هاد الشيء هذا راه والله العظيم الا شنو نقول لكم، الخلعه ديال بصح، الخلعه ديال بصح. والحمد لله لانهم طفاو ديك العافيه، الحمد لله والشكر لله. هذه هي اهم حاجه. وبقيت كنحس بان واخا والديا بغاو زعما يمشيو في حالهم، ولا كتقولي ماما خليني غير نمشي غير نشوف واش كلشي هو هذاك واش هذا، والله تنحس بهم في خطر، تنحس بهم بانهم ما نعرفش نقول عندك سولي توقع شي حاجه واحده اخرى يمشي هذا الاساس ويمشي كلشي. تنقول لها غير جلسي، راه اي حاجه تتعوض الا الحياه ديال الانسان اللي ما تتعوضش. هذه هي اهم حاجه. والله بقيت كنحس بانهم في خطر، تقولي خليني غير نمشي نشوف الدار واش هي هذيك، واش ما وقعت شي حاجه، واش والو. عرفتوا تنحس براسي بانني لا خليتها تمشي ولا شي حاجه ولا خليتهم يمشيو، كنحس براسي بحال راه بحال فهمتوا، تنحس بحال في خطر، بحال ما عرفتش ديك الاحساس اللي جاني. ولكن الحمد لله الحمد لله لانها خرجت طريفه. هذه هي اهم حاجه، اللهم لك الحمد عليها، الحمد لله لانها خرجت طريفه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مجرد انك كتخيلي ان تفقدي الوالدين ديالك ولا شي حاجه، هي تخيل، هي تخيل، ما تنقدرش، اقسم بالله ما تنقدرش. عرفتوا ما نقدرش تنتخيل. الله يستر ويحفظ، الله يستر ويحفظ، الله يستر ويحفظ، ولكن ما تنقدرش تنتخيلها. فكتعرفي القيمه ديال الوالدين عندك، كتعرفي بزاف ديال الحاجات، بزاف كتعرفيهم بحال هاد اللحظات هادو، بحال هاد المواقف هادو، تتعرفي بزاف القيمه ديال الوالدين ديالك. كتزيدي نتيا واخا تكوني عارفه، تزيدي تعرفيها اكثر وتزيدي تخافي عليهم اكثر. فالحمد لله والشكر لله. هذا هو اللي كاين. تهلاو في الوالدين ديالكم، شوفوا ما بين ليله ونهار، الله يستر الله يحفظ. شوفوا يعني ما كتكونيش ظانه ان هادشي غيوقع، ولا كتكوني في المخيله ديالك ان شي حاجه بحال هكا، كتكوني عايشه مرتاحه هانيه حتى كتجي شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. فتهلاو في الوالدين ديالكم، تهلاو. شوفوا اهم حاجه اللي نوصيكم عليها، تهلاو في الوالدين ديالكم، تهلاو فيهم بزاف بزاف بزاف. حينتاش الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. يعني الا كنتي رابحه راه من الوالدين ديالك، ولا كنتي خاسره من الوالدين ديالك. كيف ما بغاو يكونوا الوالدين ديالك، خصك تكوني كتهلاي فيهم، مزيانه معاهم، طيبه معاهم،
هذه هي اهم حاجه البنات، والله اهم حاجه هي هذه. اقسم لكم بالله عن تجربه. شو انا ضحيت بزاف على وديت الوالدين ديالي، كنسمح في راسي على وديت الوالدين ديالي، نسمح في راسي باش نشري لماما داكشي اللي بغات، نحقق ليها داكشي اللي بغات. آه والله توصل لداكشي اللي بغات. بزاف ديال الحاجات اللي كانت باغاهم اي بحال اثاث ديال الدار، غير بحال شي حاجه اللي غير صغيره في الدار كيكون عندها بحال هكا حلم انها تاخذها، ولا كنبقى كنقطعها من راسي باش هي تاخذ ديك الحاجه، ولا البابا ولا يعني بجوج بيهم. يعني كنحاول ما امكن انني نحقق لماما داكشي اللي كتمناه، داكشي اللي بغات تاخذه لدارها، داكشي اللي فهمتوني. واخا ولو تكون غير حاجه صغيره، فتهلاو في الوالدين ديالكم، راه هما راس مالكم، والله هما راس مالكم، هما الوالدين ديالكم، تهلاو فيهم. و حاولوا ديروا كل ما في جهدكم عليهم باش يكونوا فرحانين. انا سبحان الله من صغري وانا بحال هكا حنينه بزاف في الوالدين ديالي، تنشوف ماما بحال هكا ملي كنت صغيره، تشوفها باغيه بحال هكا يكون عندها هي صالون، يكون عندها شي حاجه اللي زوينه، يكون عندها اثاث زوين وداكشي. تنبقى نتحسر تنقول يا ريت كانت عندي الفلوس انا ندير لماما وندير ليها وتا انايا نفرحها، وتتكون حتى هي تكون فرحانه ويكون عندها داكشي كامل اللي بغات. والله وشوفوا سبحان الله داكشي كامل تحقق. شفتوا داكشي كامل تحقق علاش؟ حيتاش كتكوني كتبغي والديك بزاف، كتحافظي عليهم، ما كتقلقيهمش، ولو زعما الدقه تجي فيك هكاك ما كتقلقيهمش، بالعكس واقفه معاهم وداكشي. فربي كيحقق لك كاع داكشي اللي كتمناه، كاع داكشي اللي في خاطرك ولا اللي في بالك ولا هذا. سبحان الله العظيم ربي كيبقى كتحققيه درجه بدرجه، ماشي كتحققيه كله في دقه، ولكن الحمد لله درجه بدرجه. كنت كنشوف بابا فاش كنت باقا صغيره، كنت كنشوفو كيضرب تماره وداكشي، كنت كنقول يا ربي حبيبي انا يسهل عليا الله، ونجلس بابا كاع من هاد الخدمه ما يبقاش مسكين يضرب تماره بحال هكا في الشمس عليه، البرد عليه، الشتا عليه يعني. والحمد لله هادشي كامل تحقق، الحمد لله والشكر لله. يعني غير تكون النيه ديالكم زوينه، مرضيين مع الوالدين ديالكم، ربي عمرو ما يخليكم، وعمركم ما غادي تقاسوا بشي حاجه اللي خايبه ولا يأذيكم شي حد. يعني اي حاجه تيكون بنادم ناوي يأذيك بها ولا ناوي يقيسك بها ولا لا، ما كتقيسكش، بالعكس ما كتقيسكش، تبقى مبعد عليك. علاش؟ حيت رضات الوالدين معاك، رضات الوالدين ديما كتبقى تابعك، ديما رضات الوالدين كتبقى تابعك، وديما حافظاك من بزاف ديال الحاجات. حيت اللي كيكون مرضي مع والديه كيكون مرضي حتى مع الله. يعني كيقول لك رضا الله من رضا الوالدين. فالحمد لله هذه هي اهم حاجه البنات. الحمد لله انا ما وقعت شي حاجه، هذه هي اهم حاجه. تعمقت معكم في الموضوع ودخلت بزاف ديال الحاجات، ولكن انا بالنسبه لهذا الموضوع ديال الوالدين كيف ما بغاو يكونوا، كان كيتوشيني هذا الموضوع بزاف كيتوشيني بزاف، لحقاش ما كذبش عليكم، حيت انا اللي عارفه بحق هذا الشيء بزاف، بحق عارفه بحقه لواحد الدرجه ما كتصورش. فبلا ما نتعمق معكم، المتتبعين ديالي القدام كلهم عارفين القصه زعما كيفاش بديت وكيفاش بزاف ديال الحاجات. الحمد لله على كل حال. هو الحمد لله اللي بعدا قدرت نحقق ولو شويه من داكشي اللي كانوا كيتمناوه، الحمد لله والشكر لله. ومازال ان شاء الله ربي مازال يعطينا بزاف ديال الحاجات زوينين ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على القضيه ديال التبني وداكشي، بالنسبه للبنات القضيه ديال التبني شويه عندي الامور معكسه واحد شويه، ولكن ما نبغيش زعما الفرحه زعما ما كملات لياش في هذا الشيء، ولكن ما نبغيش نتعمق معكم في هذا الشيء. كيف ما قلت لكم حتى تشوفوا كلشي بعينيكم، بلا ما نبقى نقول لكم شنو كاين وشنو ندير وشنو غندير. خليتها زعما ما نقولش لكم شنو غندير، تندير اديك الساعه شوفوا، فهمتوا؟ ما نبغيش زعما نتعمق معكم شي حاجه اللي بحال هكايا. وما بقيتش زعما تنبغي نجيكم فيديوهات اللي كيكونوا بصراحه راه بالنسبه للسبب ديال الغبره ديالي ماشي هو هذا الشيء زعما ديال الوالدين ديالي، حتى الشيء ديال العافيه اللي شعلات وداك الشيء عاد مؤخرا. وسبب الغبره ديالي انا راه غابره من شحال هادي، يعني ما من رمضان وانا غابره. فكانوا كيف ما قلت لكم بزاف ديال الحاجات، منهم زوينين منهم اللي ما زوينينش. الحمد لله كاينه حاجات زوينين كاينه حاجات ما زوينينش، يعني بزاف ديال الظروف اللي تيخليوك اللي ما نقدرش انا نقولهم هنا، فاللي كيخليوك انك تغبري، كيخليوك بزاف ديال الاشغال اللي كيخليوك ما يكونش عندك بزاف ديال ما يكونش عندك زعما الوقت في انك ديري شي فيديو اللي مزيان. خصوصا اني ما بقيتش كنبغي زعما نجيكم باش ندير لكم فيديو صافي، لا
كنبغي نجيكم في شي فيديو اللي كيكون زوين، كيكون بعدا فيه واحد الاستفاده ولو غير صغيره، المهم يكون فيه بعدا واحد الاستفاده، فهمتوا؟ يعني ماشي يكون فيديوهات اللي فارغه عا باش نجي نبقى غير كنهضر وصافي ونقول لكم انا درت لكم فيديو. لا، وليت كنبغي ندير لكم شي حاجه اللي زوينه، ماشي بحال زعما بغيت نبدل بزاف على شحال هادي، فهمتوني؟ البنادم هو يعرف الاخطاء ديالو ويحاول يصلحها، فهمتوني؟ فهذا هو اللي كاين البنات، والحمد لله، الحمد لله والشكر لله. والله انا زعما اش نقول لكم من بعد هادشي اللي وقع، والله العظيم اللي وليت كنخاف على الوالدين ديالي كثر وكثر وكثر. انا ديما تنخاف عليهم، ديما نسمع الصوت ديالهم ماشي هو داك، نسمع صوت ماما ماشي هو داك في التليفون، نبقى ليا مالكي، شنو كاين، شنو واقع، شنو هادي، شنو هادي، حتى كتقول لي مالها، ما كتبغيش تخلعني، ما كتبغيش زعما تقول لي راه كضرني شي حاجه، ولا ما كتبغيش تقول لي باش ما تخلعنيش وباش ما نقولهاش يلاه دابا نمشيو للطبيب، حيت انايا دابا كنحس كنشوفهم زعما فيهم شي حاجه ولا تضرهم شي حاجه، ولا غير بسيطه تنقولها نوضي نمشيو، نوض نديك للطبيب. عاوتاني بابا كذلك، نوض نديك للطبيب الا كانت فيك شي حاجه. فيا واحد الوسواس ما يمكنش من جهه الوالدين ديالي، الله يطول في عمرهم يا ربي، امين، ويخليهم لينا بركه يا ربي الحبيب، اللهم امين، ويخلي لكم نتوما الوالدين ديالكم، ويطول لكم ربي في العمر ديالهم، وتخلوا في الوالدين ديالكم، فهذه هي اهم حاجه. والله هذه هي اهم حاجه. وصافي البنات، المهم ما نبغيش نطول عليكم اكثر من هكا. ما كنتش صراحه نهائيا غادي نقول هذا الشيء، ولكن هادشي تيخرج تلقائيا والله. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، كنحماق عليكم. نتلاقاو في شي فيديو واحد اخر اللي غادي يكون زوين، كون حسن من هذا، وبسلام عليكم.